العثرة يرجع بقوة. العثرة هي المحرك الاساسي من رامي ربيعه في العمق. التغطيه موجوده وكره ترجع عند الحارس. يتدخل مصطفى الزغبه. كره للشاحن نوفل الخاسف ومتابعه كانت من الشحات. حاول اقتناص الكره. شوف الاعاده مره اخرى. شوف الكره سيري للربيعه. هنا الدفاع الجزائري حاضر. التسديد وكره بعيده من الاهلي المصري. ينطلق الفريق المصري. التمرير عند يحيى عطيه الله والمساعد يرفع الرايه. المساعد الاول وائل الحناشي يعلن عن التسلل الموجود. تسديده كانت من ايمن محميوس. هنا كره تضيع ثاني مره. نوفل الخاسف ياخذ كره الدفاع المصري. كره ترجع لصالح فريق الاهلي بخطا. كره استرجعها الفريق المصري. اكرم التوفيق قام بالتدخل وبالتالي نوفل الخاسف. نوفل يمر. نوفل والحارس يوصل انطلاق. مزيان عرضيه مزيان والحارس جول 1-0. السير بيسجل بالوسطات. إخالة الفريق المصري. كرة بالشبكة اساء تقديرها الشناوي. يسجل بالكور. نعم بالكور كبير الشان قال القروابي. 1-0 أسبقية العاصمة. نقاط هامة من أبيجان. هنا كرة خطيرة في مناطق الأهلي. هنا كرة تلعب الآن في العمق مع انطلاقة عبد الفتاح ولكن هنا كرة ممتازة في العمق الآن خطيرة. فرصة ثانية ولكن مرت من مايو. كرة متقنة من جانب المايسترو بن غيت ولكن مساعد يرفع الراية في إشارة لوجود تسلل. رامي مش بالكرة. رامي كرة طويلة بعيدة تضيع على الفريق الأهلي وركلة حرة غير مباشرة للشباب بالوساد. هذه الإعادة أمامنا توضح مؤثر أكيد في مردود المجموعة. بينما الكرة الثابتة يحيى عطية الله يرفع كرة ضربة كمنطقة بالوساد والكرة السهلة عند الحارس مصطفى الزغبة. نلعب في آخر 10 دقائق على انتهاء الوقت الرايح. تصل كرة الشحات. يرفع كرة الشحات سهلة عند حارس لمروان عطية. مروان يرفع كرة خطيرة. المحاولة للفريق الأهلاوي وكرة وسام جول كاد أن يعطل. أول جملة تكتيكية من جانب الأهلي لكن لم تكتمل. كرة مروان. هنا التحضير ممتاز. تحضير من عمرو السولية لكن كرة كرم توفيق يمرر. محاولة للفريق المصري. كرة خطيرة جدا. مروان عطية. مروان اختار التسديد. كرة من بعيد. فضل التسديد مروان. ضربة مرمى. هذا مروان صاحب المحاولة الأخيرة. والكرة إلى ضربة مرمى لصالح توفيق. كرة في العمق بعيد على وسام أبو علي. صالح اخر كرة في الشوط الاول. الان شحات يمرر. كرة خطيرة والتعادل يسجل وسام جول يعدل في اخر لحظات الشوط الاول. الاهلي يرجع للعبة. براعة الاهلي تكمن في انهاء الخواتيم الجميلة في اخر لحظات الشوط الاول. يعدل وسام جول مستر جول 1-1. اخر كرة في الشوط الاول الاهلي. وسام القناص. وسام كرة في الجول. روعة يا ولدي روعة. وسام كرة رائعة جدا يسجلها الفلسطيني في شبكة بالوساد من بعيد. ارسلها في منتهى الروعة والثقة والجمال. الهدف الثاني فرصة خطيرة. وسام يضيع والكرة مسافة قائمة. الهدف الثالث حسين شحات يضع كرة بين قدمي الحارس مصطفى الزغبة والثالث الأهلي. الهدف الثالث للفريق الأهلاوي. الأهلي لا يرحم. إنه الأهلي السادس. إدارة التنفيذ. كرة ترفع منطقة بالوسداد. الحارس يلعب كرة. فرصة للرابع. ترتب الكرة مسافة خطيرة والرابع. الرابع المصرية. الفريق المصري بالهجوم. إمام. كرة عاشور البر. هذه كرة تبعد. جاك بال الطاير والحارس. كرة بعد. محاولة خطيرة.
صعبة الصغبة. الوالتو يستعرض الفريق المصري. بن وسام في الميدان. والخامس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام على قناتكم. في هذا الفيديو سنقوم بالتحدث والتحليل على فوز الأهلي المصري ضد شباب بلوزداد اليوم في الجولة الثالثة من منافسة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2024-2025. النسخة الماضية فاز بها الأهلي المصري، والله فريق كبير الأهلي المصري، أخوكم من المغرب، ودائما أقوم بملخص تحليلي على المباريات للأهلي المصري وأيضا للأندية الجزائرية. كل التوفيق إن شاء الله، نحن عرب، كل التوفيق لجميع الفريقين. المباراة التي شهدت اليوم بين الفريقي الأهلي المصري والشباب بلوزداد الجزائري في المجموعة التي صعبة جدا بحكم أن هناك فريق قوي أورلاندو بايرتس، ولكن إن شاء الله تأهل فريق الأهلي المصري وشباب بلوزداد. أتمنى أن يتأهل الفريقين العربيين، والله فريق الأهلي المصري فريق كبير وأيضا شباب بلوزداد بالرغم من أنه يعاني في الدوري الجزائري إلا أنه لا زال متحكم جيدا في دوري أبطال إفريقيا بالرغم من أنه خسر المباراة، ولكن في الشوط الأول قدم مباراة رائعة، فيما المباراة انتهت لصالح الأهلي المصري بريمونتادا رائعة مع بداية الشوط الثاني، أهداف رائعة، والله فريق كبير الأهلي المصري. هيا بنا يا إخوان الآن نقوم بتحليل المباراة ونتعرف على من سجل الأهداف وأيضا نتعرف على ترتيب الفريقين. إذا مباراة قوية اليوم بين الأهلي المصري ضد شباب بلوزداد الجزائري. المباراة التي أقيمت على الملعب الأهلي المصري، المباراة أقيمت على الساعة 5:05 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 6 مساء بتوقيت مصر والسودان ليبيا. المباراة شهدت الشوط الأول. المباراة الآن في هذه الدقيقة التي أسجل فيها هذا الفيديو، الدقيقة 75، لا زالت الأهلي المصري متفوقة على شباب بلوزداد. المباراة سجل اللاعب أيمن محيوس هدف شباب بلوزداد في الدقيقة 21، سجل هدف رائع صراحة. وبعدها قبل نهاية الشوط الأول سجل الأهلي المصري هدف التعادل عن طريق اللاعب وسام أبو علي في الدقيقة 45، وبعدها ب6 دقائق سجل الهدف الثاني لفريق الأهلي، أو عفوا انتهى الشوط الأول ب1-1، وبعدها ب6 دقائق من بداية الشوط الثاني سجل وسام أبو علي ثنائيته في هذه المباراة، وفي الدقيقة 51 سجل الهدف الثاني، وبعدها في الدقيقة 56 سجل اللاعب حسين الشحات الهدف الثالث. والله مباراة كبيرة للأهلي المصري، حتى شباب بلوزداد قدم مباراة رائعة يستحق كل التصفيقات. نعم، شباب بلوزداد فريق كبير، فريق محترم، فريق من بين الأقوى الفرق الجزائرية، والأهلي المصري يعني لا نتكلم على هذا الفريق وملك إفريقيا صراحة. ريال مدريد أفريقيا هو الأهلي المصري، دائما يتوج بالألقاب دوري أبطال إفريقيا بالرغم من أنه في المباراة الماضية كان قريب. إذن يا إخوان ترتيب الفريقين، هذا هو ترتيب الفريقين. الأهلي المصري في المركز الأول برصيد 7 نقاط، المركز الثاني أورلاندو بايرتس 5 نقاط، المركز الثالث شباب بلوزداد 3 نقاط، المركز الرابع ستاد أبيجان برصيد نقطة 1.